في يوم من الأيام احتاج سيدنا إبراهيم لبعض الطعام والشراب، فذهب إلى النمرود فطلب منه طعاما وشرابا. فقال له النمرود: لا أعطيك طعاما وشرابا حتى تؤمن بي. بالتأكيد رفض سيدنا إبراهيم هذا الشيء، فقال له النمرود: هل لك رب غيري؟ فأجاب سيدنا إبراهيم: نعم. دخلوا في مجادلة، وبدأ سيدنا إبراهيم يخبره بوجود الله الواحد الأحد، وأنه يجب أن يدخل في دين الله الحق، وأن يترك الناس لعبادة الله وعدم الشرك به. دخل سيدنا إبراهيم مع النمرود في مجادلة كبيرة، وبدأ سيدنا إبراهيم يقول له إن الله يحيي ويميت، فقال النمرود: أنا أيضا أحيي وأميت. وأمر بإحضار رجلين، وقام بقتل واحد وترك الآخر، وقال له: هكذا أنا أحيي وأميت. ثم قال له سيدنا إبراهيم إن الله تعالى يأتي بالشمس من ناحية المشرق، وطلب منه أن يأتي بالشمس من ناحية المغرب. ولكن في هذه اللحظة لم يستطيع النمرود أن يرد على سيدنا إبراهيم، ويظهر أمام الناس أنه رجل فاسد وملك ظالم، وأنه لا يستطيع. وبدأ النمرود في تحضير جيش كبير جدا حتى يحارب سيدنا إبراهيم، ويعتقد أن الله عز وجل شخص من الممكن أن يحاربه، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخسف به الأرض. أرسل الله عليه جيش من الذباب والبعوض، وهو أقل شيء موجود حتى يكون عبرة للتاريخ. دخل البعوض كالجيش الجرار حتى أكل لحوم جميع الكافرين الذين لم يدخلون في دين الله وتوحيد الله الواحد الأحد والإيمان به. دخل الذباب عليهم من كثرته، قيل إنه حجب أشعة الشمس وقضى عليهم حتى أكل لحمهم وشرب دماءهم. سلط الله سبحانه وتعالى ذبابة دخلت في أنف النمرود حتى تعذبه وتنتقم منه، وقيل إنه كان يأمر الناس أن يضربوا رأسه بالأحذية حتى يحاول إخراجها، لأنها كانت تعذبه عذابا شديدا وكانت تؤلمه. لم يتركه الله سبحانه وتعالى يرتاح من العذاب، ولكن ظلت هذه الذبابة بداخله فترة حتى يتعذب، وظل فترة طويلة على هذا الشكل حتى مات من شدة الألم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات مين هو النمرود.